يا سكر يا ملفوف بورق عنب، من ريحة القلب دق وزرطت على الكنب. هتقولي لي بتعملي ايه يا ام ابراهيم؟ هنقول لكم بنعمل عزومه للفيل ابو ظلومه اللي هو اني. هنعمل ايه طيب يا ولاد؟ نحرم نفسي؟ رحت جبت حبه رز من الشكاره، ورحت فحصه طماطمتين طلعتها عاملاها ندمعه زي ما انتم شايفين كده، ورحت للراجل الخضري رحت جايبه منه التشكيله دي فلفل وبطنجان وكوسه، وقلت يا بت احشي واملوا الدار بركه. وحبشت بقى الحاجه وجبت لها البقدونس والكزبره والحاجات الجميله. شايفين الضمعه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هتقولوا لي عاملاها بزيت نباتي ولا بايه؟ لا، عاملاها بليه خروف عشان الدايت. انتوا عارفين ان انا بقالي فتره ماشيه على الدايت منتظمه ولازم نكمل للنهايه. بصوا الفلفلايه دي دايت دي ولا مش دايت؟ اهي جميله وحمراء ومغذيه وكلها فيتامين، تتحط في بوج واحد كده تدوب. بصوا الخلطه عامله ازاي والريحه، شايفين؟ وحشت حله ورق العنب المسكره اللي انتوا شايفينها دي، وحاجه بالصلاه على النبي. ان ما كنتش ندلع نفسي ونهتم بصحتي حد هيهتم بيا؟ لا والله. هنعمل ايه بقى يا ولاد؟ كل يوم محتاره نعمل اكله ايه نعمل ايه. بصراحه ربنا الواحد مهما يعمل اكل مفيش اكله تلكمه وتشبعه وتخلي دماغه تمام غير حبه المحشي الحلوين اللزاز بتاع الخاله ام ابراهيم. ومهما حد يعمل محشي من النسوان المعفنه ما حدش يغطي عليا في صوبع المحشي بتاعي. الله، عشان ما نعمله بدقيه مخصوصه. يعني نحب نعمل له البصله نخليها تتحمر كده وتبقى لون الذهب، وبعد كده ننزل بالصلصه فوقيه ونسيبها لحد ما تتسبك وتتلبك، ونيجي حاطه البهارات عليه ماشي. وبعد كده ننزل بالخضره ونغسل الرز زي ما انتم شايفين كده، حاجه بالصلاه وعلى النبي. انا نفسي بس تضجوه والله، عشان بتقولوا لي اكلك يا ام ابراهيم ومش اكلك. انتوا ادام ما دقتوش الحاجه ما تتكلموش، ما تتكلميش يا مره منك ليها وتقعدوا تقولي ما بتعرفش تطبخ. لا ده انا الشيف والناس بتتعلم مني والله. يعني انا من فيد البشريه، من فيدها بايه؟ من فيدها بذريه المحشي دي. الذريه دي الذريه بتاعت ام ابراهيم. يعني ده مش صبع محشي عادي، لا ده قنبله. قنبله الواحد لو كلها هتفرجع جوا بطنه تلبك له مصارينه والله. امال ايه؟ وانا يعني شويه يا ولاد انا عارفه انا بنعمل ايه. بص هو بياخدش وقت خالص. هو بصراحه ربنا اللي غلبني وحيرني في الحشو حقيقي شويه ورق العنب دول، لكن الحاجات التانيه ديت بتبقى خوازيق كبيره كده، تعبي الخازوق في ثانيه وتحطيه في قلب الحله وخلاص على كده. الكرنب غطيت برضه، تفضلي تقطعي في الكرنباي وتروحي تسلقي وتروحي تعملي، لكن الحاجه دي سهله. تشيلي القمح وتشيلي شويه الدود اللي بيبقى فيها الدوده قد كده، الفلفلايه دي حرصوا منها والله. يعني بالنسبه لي الحاجات دي حلوه، انا سايباها فيها الدوده عايمه جواها كده مش